Hello everyone. في الإنجليزي مش دايما الكلمة بتفضل زي ما هي. والله زي ما بقولك كده، لو عندي كتاب واحد فأنا هقول a book، ولو عندي أكتر من واحد فأنا هقول box. فالنهاردة هنتعلم ازاي نجمع الأسماء بالإنجليزي بطريقة سهلة وسريعة. Let's start. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة إن أغلب الأسماء بتتجمع بإضافة حرف الإس في نهايتها، زي a cat قطة واحدة، لما أجي أجمعها أقول cats قطط. a girl بنت واحدة، لما اجي اجمعها اقول girls بنات. a book كتاب واحد، لما اجي اجمعها اقول books كتب. دي الحالة الأولى. أما الحالة التانية إن أنا بجمع الاسم بإضافة es في نهاية الاسم. أيوة زي ما بقولك كده، بس ده لحاجة معينة. لو الاسم انتهى بحاجة من الحاجات اللي أنا هقولك عليها دي، لو الاسم انتهى بإس أو SS أو SH أو CH أو X أو O أو Z، زي فرشة واحدة a brush جمعها فرش brushes. صندوق واحد a box صناديق boxes. الحالة التالتة، لو كلمة بتنتهي بحرف الواي وكان قبلها حرف ساكن فأنا بشيل الواي وبحط IES، زي a baby طفل واحد جمعها babies أطفال. a city مدينة واحدة جمعها مدن cities. ليه؟ لأن الحرف الواي قبليه حرف ساكن فأنا بشيل الواي وبضع بداله IES. أما لو كان الاسم آخره واي وقبله حرف متحرك فأنا هضيف الاس عادي خالص، مش هشيل أي حاجة ولا هغير أي حاجة فيه. أنا هقول ولد واحد a boy، هجمعها هقول ولاد boys. لعبة واحدة a toy جمعها ألعاب toys. يبقى لو الاسم آخره واي وقبلها حرف متحرك هسيبه زي ما هو وأضع حرف الاس. الحالة الرابعة، لو الاسم انتهى بإف أو إف إي فأنا بحذف الإف أو الإف إي وبحولها إلى في إي إس، زي رغيف واحد ألوف جمعها أرغفة لوفز. زوجة واحدة أوايف جمعها زوجات وايفز. سكينة واحدة نايف جمعها سكاكين نايفز. رف واحد شلف جمعها أرفف شلفز. كمان عاوز اقولك ان في جمع غير منتظم irregular nouns، وده بنحفظه، زي امان جمعها رجال من. a woman جمعها نساء woman. a child طفل جمعها اطفال children. a mouse فار واحد جمعها فئران mice. a foot قدم واحدة جمعها اقدام feet. شايفين القاعدة سهلة جدا ازاي؟ اي والله زي ما بقولك. تابعوني علشان الفيديو اللي جاي هنشوف مع بعض الكلمات اللي ملهاش جمع اصلا. See you soon. Bye.